الحواوشي العجين او الحواوشي الاسكندراني من اجمل الوصفات اللي بحب اعملها في البيت على طول. عجينتي فيها ناجحه جدا بمكونات بسيطه وطريقه مفيش اسهل من كده. هتاكلوا حواوشي احلى من المطاعم. وهعمل معاكم حواوشي البيتزا العائليه بحشوه خطيره في ريحتها وطعمها وعجينه قطنيه ومن جمالها هتاكلوا صوابعكم وراها. هشتغل كيلو دقيق لاني هعمل الشكلين في الفيديو هنا. لو حابين تعملوا حاجه واحده هتشتغلوا نص كيلو دقيق، عليه رشه من الملح، معلقه كبيره حليب باودر اختياري ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وهقلب المكونات الجافه دي مع بعض. فتحه كده في نص الدقيق وهحط فيها معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره فوريه، ومعايا كوبايه ميه تكون دافيه هاخد نصها او 3/4 بس كده عشان اشغل بيها الخميره قدام. يا اما هستناها لحد ما تطلع بابلز كده، يا اما هكون متأكده الخميره بتاعتي ما فيهاش اي مشاكل هشتغل على طول. معلقه كبيره من الزبادي، عليها نص كوبايه من زيت النباتي، ممكن استخدم زيت زيتون عادي خالص مفيش مشكله، وهقلب المكونات السايله بتاعتي. هضيف بقيه كوبايه الميه اللي انا استخدمت منها في الاول عشان اشغل الخميره، واقلب الدقيق بالميه، وبعدين هحضر كوبايه ميه دافيه كمان وهضيفها واحده واحده واقلب الدقيق بالميه. يعني بعد تقريبا ما استخدمت كوبايتين الميه بتوعي ولميت الدقيق بيهم، هبتدي بقى اعجن بايدي كده علشان اشوف انا محتاجه ايه تاني من السوائل. هحضر جنبي ربع كوبايه كمان من الميه الدافيه، واول ما الدقيق كله بيتلم معايا بشوف اذا انا محتاجه تاني شويه من الميه عشان لسه في دقيق في الجناب او دقيق تحت مالوش سوائل تلمها، فهرش بايدي كده رشه والم، هرش بايدي رشه والم لحد ما بلاقي كل الدقيق اتلم. بعجن بقى العجينه كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. النتيجه عندي عجينه رطبه جدا ليها قوام املس بتلزق شويه صغيرين نتيجه الميه الدافيه اللي انا حطاها. هحطها بقى على رشه زيت بسيطه كده وهغلفها بالزيت من فوق ومن تحت كده، وهغطيها كويس لحد ما تتخمر ويتضاعف حجمها. وفي الوقت ده هحضر الحشوه بتاعتي. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، هضيف عليها بصلتين حجم وسط انا مقطعاهم ناعم خالص او ممكن اضربهم في الكبه بس ما يفقدوش السوائل بتاعتهم. فلفل احمر، فلفل اخضر، شويه من البقدونس، بهاراتي بهارات لحمه وفلفل اسود، شويه من البابريكا وشويه من الشطه لو انا بحبه حار، وهظبط الملح بتاعي. كده الحشوه بتاعتي جاهزه. هبتدي بقى اعجنها كويس قوي لحد ما كل الخضار واللحمه والبهارات تتجانس مع بعضها كويس جدا. بعد ما بخلص الحشوه بتاعتي بتكون العجينه اتخمرت كويس، هبتدي اشتغل. لو العجينه بتاعتي لسه في وقت التخمير هحط الحشوه على رف التلاجة شويه. شايفين العجينه ما شاء الله من غير زبده ولا بيض ولا اي حاجه، معايا عجينه حلوه قوي. هاخدها قدامي واقسمها نصين عشان اعرف اقسم على قد الصينيه بتاعتي. اشتغلت في صينيه مقاس 45، دي بيتزاية كانت كبيرة. قسمت لها قطعتين من العجين كبار جدا اللي هي قطعة من تحت وقطعة من فوق، واخدت بقية العجينة وقسمتها على قد حجم السندوتشات الحواوشي اللي انا عايزة اعملها بالطريقة التانية. حابين تصغروا حجم الحواوشي اللي انا هعمله دلوقتي معاكم تقدروا تعملوا كل قطعة من دي قطعتين، يعني يبقوا 4 سندوتشات حواوشي. الصينية بتاعتي همسحها مسحة زيت كويس جدا، وهاخد اول قطعة بعد ما ارتاح وابتدي افردها في قاعدة الصينية. هلاقيها بتتفرد بكل سهولة لانها خمرانة كويس جدا. هاخد قطعة من الحشوة وابتدي اوزع بالشكل ده على العجين بتاعي. هنوزع كده بدون ما نضغط جامد قوي علشان ما اعملش فراغات في العجينه من تحت، واوصل لحد الاطراف بالحشوه عادي مفيش اي مشكله. خلصت طبقه الحشوه بتاعتي، هبتدي اخد الجزء التاني من العجينه وافرده قدامي على رشه من الدقيق بسيطه، ومش بفردها قوي عشان اعرف انقلها واغطي بيها الفطيره بتاعتي. هاخدها بقى واحطها على الحشو بتاعي من فوق. انا ضفت اضافه اختياريه، حطيت شويه من الجبن على الحشوه بتاعتي. طريقه التقفيل بسيطه جدا وممكن تكون اختياريه برضو. انا ممكن اخد العجينه بتاعتي لفوق وانزلها لتحت، اقفل ادخلها تحت العجينه اللي تحت، وممكن اضفرها كده زي ما انا بعمل، بتدي شكل حلو قوي للفطيره بتاعت الحواوشي في الاخر. باخد الطرف اللي تحت والفه على اللي فوق واضغط ضغطه بصباعي. باخد الطرف اللي تحت والفه على اللي فوق كده واضغط ضغطه لجوه علشان اثبت العجينه فيها. كده فطيرتي جاهزه. اقدر بقى اضغط عليها ضغطتين كده اوصل الحشو فيها لحد الاطراف. هاخد بقى قطعتين العجين بتوعي اللي هعملهم ارغفه الحواوشي على رشه دقيق بسيطه، وهضغط عليهم ضغطه بسيطه مش بفردهم خالص، وبحط فيهم شويه كده من الحشو بتاعي على قد ما انا عايزه، وهقفل
بالطريقه السهله دي. ما اعتقدش ابدا ان في طريقه ابسط من كده. هاخد الارغفه بتاعتي، ممكن اسيبها تريح دقيقتين وممكن ابتدي افردها واشتغل فيها على طول. كمان ممكن افردها فرده بسيطه خالص، يعني عايزه العجين اكتر شويه، او ممكن افردها كويس جدا واخلي العجين سمكه رقيق خالص والحشو كتير فيها ومتوزع كويس. بس اخد بالي عشان ما تتقطعش مني، يعني ما افردش قوي برضو. على الصاج بتاعي في مسحه زيت بسيطه، وهحط الرغيف بتاعي بالشكل ده. هبتدي اعمل فتحات كده بالشوكه بتاعتي علشان الفطاير ما تقبش لفوق قوي، وبرضو في نفس الوقت اللحمه بتاعتي تستوي كويس جدا. حاجتين عندي ممكن ادهن بيهم الوش، انا هدهن بسمنه بلدي او ممكن ندهن بزبيب، الاتنين صح جدا حسب بقى المتاح عندي واللي بحب استخدمه. الحواوشي العائلي بتاعي هحط عليه وش بيتزا، يعني هحط شويه جبن كده، خضار، فلفل بقى، زيتون، اي حاجه متاحه عندي وبنحبها، وكده هي جاهزه تمام خلاص. وممكن على الأرغفة العادية رشة سمسم مع رشة حبة البركة كده، يعني حاجة بسيطة خالص. مسخن الفرن على درجة حرارة 190 رف أوسط كويس جدا، وبعدين بدخل الفطاير بتاعتي بتتحمر من تحت كويس قوي، بشغل الشواية اديها اللون الأحمر من فوق، وبتطلع بغطيها بفوطة نضيفة 10 دقايق، بعدين بنبدأ نقدم. انا نقلتها من الصينيه بتاعتي في طبق التقديم عشان اوريكم طراوتها عامله ازاي، ولونها من فوق ومن تحت ومستويه كويس جدا ازاي. حقيقي دي من اجمل المرات اللي ممكن تعملوا فيها حواوشي اسكندراني، او زي ما قلنا عليه بقى حواوشي بيتزا. انا قطعته وهو سخن جدا، نستنى عليه بس يهدى شويه علشان شكلها ما يتبهدلش مني وانا بقطعها. الحشوه واصله لحد الاطراف، مستويه كويس قوي، والعجينه كمان مستويه ومتحمره حلو جدا، والارغفه كمان اللي عملناها بكل بساطه وطريقه تقفيل سهله طلع اجمل واظبط من المطاعم، وطراوتها ما تتوصفش. قدموها مع شويه سلطه حياتي وشويه طحينه، واعزموا عليها الحبايب وحبايب الحبايب. انا كده خلصت الحواوشي بتاعي النهارده خلاص، متاكده من سهولته وبساطته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوه. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.